متابعي القناة يسعد لي مساكم. البرتقال من الحمضيات المتوفرة كتير في فصل الشتاء. تعالوا اليوم مع بعض نحضر أكل كتير حلو وبطريقة كتير سهلة، رح بتكون غنية كتير بفيتامين سي. رح يلزمنا لتحضير الوصفة حبتين من البيض، وكوب من السكر، 10 جرام من الفانيليا، وكمان ملعقة من البرش البرتقال لحتى نعزز النكهة. رح نحرك لحتى المزيج عنا يتعبى هواء، ورح ضيف نص كاسة من الحليب، وكمان ربع كاسة من الزيت النباتي، وبدي ارجع حرك. رح ضيف كمان كاسة من الطحين متعدد الاستعمالات. هيك صار القوام عندي جاهز. هلأ رح ضيف 10 جرام من البيكنج باودر. طبعا انا الفرن عندي حامي من فوق ومن تحت على حرارة 200. يفضل انه يكون في عنا هاي الصينية لانه إلها حرف منشان لما بدنا نضيف كريم البرتقال، فهذا الحرف بيحمل كريم ما يسحط او ما يسيل عن الكيكة. هلأ الكيك صار بالفرن، رح منحضر كريمة البرتقال. رح نحتاج لكاسة من العصير، معلقة من النشا، طبعا يفضل عصير البرتقال يكون فريش، وكمان معلقتين من السكر. هذا الخليط رح منحطه على النار لحتى يتماسك. هون الكيكة عندي صارت جاهزة وباردة، ضروري تكون باردة. وهيك صارت عندي كريمة البرتقال او خليط البرتقال، او حتى ممكن نقول عنه كاستر البرتقال، صار جاهز. بدي مده على سطح الكيك. الكيك عندي هون شوي اخذ لون زيادة لانه ما بعرف كأنه نسيت شوي عيار الفرن عالي. مثل ما نكون شايفين زينتها بالبرتقال بشرائح بشكل كتير بسيط مع النعناع. كيكة لذيذة كتير، بتمنى انكم تجربوها، والنتيجة عن جد روعة. مثل ما انكم شايفين المنظر غير شكل، الالوان عم تحكي لحالها. هذا الكيك رح بتلاقوا الوصفة بالقناة. المشتركين الجداد يعملوا متابعة للقناة وتفعيل لزر الجرس مشان تحضروا كل الوصفات يلي رح تنزل على القناة. بتمنى هاي الوصفة تكون عجبتكم، بتمنى اكيد انكم تدعموني، ودائما تتابعوا حلو مالح جوري فاميلي.